اليوم رح نحكي بهذا الفيديو عن أسرار نجاح عجينة التارت. إن كانت العجينة التارت مالحة أو حلوة، بالحالتين لازم تكون هشة وخفيفة وهيك بتفتفت وطعمها مثل بيتي فور. ما لازم تكون تشبه العجينة العادية وكأننا عم نعمل عجينة عجناها كتير منيح مشان يطلع منها الجلوتين. بهذا الفيديو رح نحكي عن كل أسرار نجاح عجينة التارت وكيف تطلع معنا عجينة التارت مثالية وظابطة 100%. أهم نصيحة لعجينة التارت إنه تنعجن بسرعة وإنه نحطها بالبراد، يعني دائما تضل باردة. ليش؟ لأنه أولا الزبدة اللي بنحطها إذا عجناها كتير رح يطلع الحليب اللي فيها، لأنه الزبدة بتحتوي على حليب، ولما يطلع الحليب من الزبدة وينفصل عن المادة الدهنية الموجودة فبيصير بالعجينة فيها سوائل. وكل ما عجناها لما الطحين بينخلط مع أي نوع من السائل بيطلع الجلوتين تبعه، وهيك العجينة بتطلع قاسية وكأنها عجينة بسكويت، أو بالأحرى كمان مو بسكويت، ممكن نقول عليها عجينة خبز يابس، يعني بيطلع كتير طعمها كريه وكتير شكلها ما له علاقة بالتارت نهائيا. هلا بعد ما عجنا العجينة بسرعة وبنحطها بالبراد، لازم تقعد بالبراد مدة كتير كافية لحتى تهدى المواد من العجن وتختلط مع بعضها، حتى إذا كنت حاطة نكهات بقلب العجينة تبلش تاخد الطعم الأصلي تبع، ما يكون طعم مجمع بمكان واحد أو لسه ما تجانست مزبوط مع العجينة. لازم تقعد بالبراد مدة حوالي 3 ساعات بالقليلة يعني. هلا بعد ما بنطلع العجينة من البراد، بعد ما ضلت 3 ساعات أو أكتر، بنعجنها، بس بنعجنها هيك بسرعة شوي يعني، بس لحتى تطرى معنا، وبعدين بنمد العجينة. هلا ضروري نمد العجينة يا إما على نايلون أو على ورق زبدة، ما بصير نمدها على السطح اللي نحن بنشتغل عليه، لأنه إذا مديناها على السطح رح تلتصق بالسطح ورح نضطر نرشها طحين، وهذا الشيء غلط لأنه رح يدخل على عيار العجينة عيار طحين زيادة، فكمان رح تطلع قاسية وناشفة. لذلك يفضل انه نمدها على نايلون، هيك ما بتلتصق فيه، وبنفس الوقت بتمد معنا مثل ما نحن بدنا، او ورقة زبدة، ما في فرق. ممكن نمدها قوالب صغيرة او قوالب كبيرة مثل ما نحن بدنا، لكن يفضل انه مثل ما قلت لكم ما نمدها على السطح اللي عم نشتغل فيه مباشرة، لانه حتلزق وحنضطر نحط اما مادة دهنية او طحين، نحن بغنى عن هالشيء تماما. طبعا بعد ما بنمد العجينة وبنحطها بالقوالب، بده يكون الفرن محمى على حرارة 170، بده يكون محمى قبل بنص ساعة، لأنه مباشرة مجرد ما مديناها بالقوالب فورا لازم تدخل على الفرن. يعني ما بصير نحط التارت وننتظر لحتى يحمى الفرن ويكون ممدود هو بالقالب وننتظر لحتى نرجع ندخله على الفرن، لا، بده يكون ممدودين بالقوالب والفرن حامي مباشرة ندخلهم على الفرن. لذلك وقت اللي تطلعي التارت أو عجينة التارت من البراد وتبلشي تعجنيها، هون انت اشعلي الفرن واتركيه لحتى يصير حرارته منيحة على 170، وانت بهالوقت بتكوني عم تفردي التارت وتحطيه بالقوالب وفورا بيدخل على الفرن. هلا الخبز للتارت بحرارة بين 160 ل 170 درجة، ممكن تخبزيها مدة 12 دقيقة. طبعا هذا الكلام حسب حجم التارت، هو الحجم المتوسط بياخد 12 دقيقة، إذا صغير الحجم بياخد أقل، وإذا كبر الحجم عن الوسط بياخد وقت أكتر. فانتبهي كتير للوقت، أنا عم بحكي على التارت اللي بيكون بحجم الوسط، هذا بياخد تقريبا 12 دقيقة بحرارة فرن بين 160 ل 170 درجة. هلا في ملاحظة كتير كتير مهمة، وهي انه التارت وقت بدنا نشيله من القالب لازم يكون بارد تماما، يعني ما بصير هو سخن نحن نشيل التارت من مكانه، لانه حيفتفت ويفرط، لانه بيكون لساته طري، هو اساسا هش مثل البيتي فور، فحتلاقيه فورا فرط معك. لذلك استني لحتى يبرد تماما، وحتى لو برد وصارت بحرارة الغرفة يفضل انك تدخليه على البراد بعدين تشيليه من القالب، هيك بيكون القالب متماسك وبتقدري تزينيه وبتقدري تظبطيه مثل ما انت بدك. هلا رح احكي على شغله هيك كنت لازم احكي عنها باول الفيديو، انه كل المواد اللي بدنا نعجن فيها التارت، ان كان زبده او حليب او بيض او طحين، كلياتهم لازم يكونوا بالبراد، يعني لازم يكونوا كتير باردين، بعدين نطلعهم ونعمل العجينه فيهم، بعكس اي نوع حلويات تاني. اي نوع حلويات ان كان كيك او تشيز كيك او اي شيء تاني، دائما بنقول خليكم بحراره الغرفه، لكن التارت بالذات لازم يكون كل المواد بارده ونشتغل فيها وهي باردة، ونعجنها فورا ونحطها بالبراد. هذا كان الفيديو تبعنا لليوم، بتمنى يكون عجبكم. بتمنى إذا كنتوا أول مرة بتزوروني بالقناة يا ريت سبسكرايب وجرس ولايك وشير وكومنت صغير تعطوني رأيكم بالفيديو، وشكرا لكم ولمتابعتكم.